والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الرؤوف الرحيم القائل: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن المبشرات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب3 أيام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وارضاه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وسائل يسأل ويقول: ما معنى حسن الظن بالله؟ هو الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن على شرط: إذا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب تب إلى الله قبل فوات الأوان، عملا بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن على شرط أيها الحبيب أن تتوب إلى الله توبة نصوحا قبل فوات الأوان، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يعني تب إلى الله وعود إلى الله وتب إلى الله توبة نصوحا قبل فوات الأوان. مهما أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي الله هو أرحم الراحمين، فهو القائل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا أي بمثل الأرض ذنوب ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي لا تقنط من رحمة الله مهما تجرأت على الله بالذنوب والمعاصي طول الحياة فلا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. استمع إلى أدب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لم يقنط إنسان من رحمة الله. وأختم بهذا الحديث لكي لا أطول عن حضراتكم. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي صلوا على رسول الله عن عمرو بن عبسة قال: جاء شيخ كبير إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجر الخطى. واحد عجوز عنده حوالي 80 سنة، رجله قدام ورجله ورا، يجر الخطى، غطت حاجباه عيناه، شاب شعره، انحنى ظهره، كبير في السن. تخيل معايا كده يتكل على عصاه ودخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اسمع، إن لي غدرات ولي فجرات ولم أطلب حاجة ولا داجة إلا وفعلتها يا رسول الله. يعني ما سبتش كبيرة من كبائر الذنوب ولا صغيرة من صغائر الذنوب إلا وفعلتها يا رسول الله. وفي الرايحة بإيديا إلى وقتنا هذا أتجرأ على الله بالذنوب والمعاصي، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ إن لي غدرات ولي فجرات ولم أطلب حاجة ولا داجة إلا وفعلتها، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ هل سيدنا النبي يقنطه من رحمة الله يقول له: لا انت ربنا هيولع فيك هيدخلك جهنم ده انت ظالم؟ لا والله. سيدنا النبي يعلم الناس الادب، الاخلاق، حسن الحوار. فقال له صلى الله عليه وسلم: وهل اسلمت؟ انت مسلم؟ قال: نعم يا رسول الله، انا اشهد ان لا اله الا الله وانك
مجرع على ربنا بذنوب ومعاصي، مش مصدق سيدنا النبي، كرر السؤال مرة أخرى على حضرة النبي: يا رسول الله، وقدراتي وفجراتي، أنت ما أنتش عارف أنا عملت إيه يا رسول الله؟ كبائر الذنوب عملتها، صغائر الذنوب عملتها، من زنا وسرقة وقتل وعقوق الوالدين وقطيع الأرحام وتعامل بالربا واعتداء على الآخرين، كل البلاوي عملتها يا رسول الله، ولم أترك حاجة ولا ترك إلا وفعلتها إلى وقتنا هذا يا رسول الله، وقدراتي وفجراتي. فقال الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وقدراتك وفجراتك. فأرى الشيخ الكبير العاصي لله طول حياته يكبر ويهلل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. إنها البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الله تبارك وتعالى. إن ربكم لرؤوف رحيم. المطلوب منا يا سادة أن نتوب إلى الله توبة نصوحا قبل فوات الأوان. لماذا؟ لنفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، كما وعدنا الملك سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ليه؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لفقيد الراقد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم قل على ما فيه وقلنا على ما فيه. اللهم قل على ما فيه وقلنا على ما فيه. فنحن جميعا أصحاب ذنوب ومعاصي. لو نزل أحد ضيفا على أحد من أهل الدنيا الأكرم، فكيف بك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اجعله في صدر المخلوق وطلح المنضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. وأذكر السادة الحاضرين بأن الاسم العلمي للقبر هو عالم البرزخ. احنا لما بندفن الميت في التربة بندفنه وبنقفل عليه بالطوب والأسمنت، بس ازاي بيتحاسب وازاي بيدخل الجنة او ازاي بيدخل النار؟ انت بتنام بالليل ربنا بيموتك الموتة الصغرى، فبتشوف روحك في الرؤية، صح؟ يا تقوم فرحان من النوم بسبب رؤية جميلة انت شفتها، يا تقوم مفزوع وتصوت وتصرخ من النوم وانت على فرشتك وفي بيتك، وتقوم وتقول يا سواد السواد يا اولاد، يا ده انا مطينه يا اولاد، ده انا كنت بنضرب، ده انا كنت بتعدى، ده انا كان بيتعمل فيا كذا وكذا وكذا، وتخاف تنام تاني في بيتك وعلى فرشتك. وواحد تاني يقوم ينام يا صلاة النبي، اللهم صل عليك يا نبي، ده انا طول الليل كنت مع حضرة النبي في المنام، وهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا لأن الشياطين لا تتمثل بي. فالملائكة لا يتعاملون في القبر مع الجسد، ولكن يتعاملون مع الروح التي نراها في رؤيا النوم. وأن أنت لم ترى الرؤيا المنامية إلا بالنفس، وهي الروح التي ينادي عليها الملك عند الاحتضار فيقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفر النيران. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم اغفر له وارحمه وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه واجعله يا مولانا لما قلت عنهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها الأحباب، سعيكم مشكور وذنبكم مغفور إن شاء الله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد
مع مسك الختام ومع القرآن الكريم الذي قال عنه الملك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مع القارئ العلم فضيلة الشيخ تامر الخضري